هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هوريكم النهارده بقى مع بعض روتين اللي انا بعمله لايدي عشان احافظ عليها وعلى ضوافري. وهوريكم ازاي بهتم بيها وبرطبها وبنضفها وبنضف الضوافر عشان تبقى بالشكل دوت كده، تبقى بيضة بالمنظر ده. هنعمل مع بعض كل حاجة دلوقتي، وهوريكم كمان طريقة تركيب الضوافر للبنات اللي مبتعرفش تركب الضوافر. طريقة سهلة وبسيطة قوي. يلا بقى، قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لي لايك واشتركي في القناة، فعلي زر الجرس ودوسي على كلمة الكل بتاعة الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ. اول حاجة يا بنات انا عملتها، عملتها كده الاول قبل ما ابدأ الفيديو. سويت ضوافري وقلمتها كده بالقصافة. القصافة دي طبعا لازم تبقى مخصصة ليكي، محدش يستخدمها معاكي ابدا. تعقميها قبل ما تستخدميها وبعد ما تستخدميها. عملت بقى ضوافري كده بالشكل ده. اعملي ضوافرك على حسب ما انتي حابة تعمليها. تعمليها مربعة، تعمليها مدورة. المهم بس تبقى متساوية وكلها شكل واحد وتبقى متقلمة ونظيفة. وطبعا بردت بقى كل الأطراف بالمبرد ده كده. المبرد ده برضك لازم يبقى مخصص ليكي انتي بس، محدش يستخدمه معاكي لأن الحاجات دي غلط. حد يستخدمها وراكي أو انتي تستخدميها مكان حد. فعملت ضوافري كده بالمنظر ده قبل ما ابدأ بقى اي حاجة، ونضفتها. بعد كده بقى هعمل ضوافري. هنضفها كده عشان بس تنضف من جوه. طبعا انا نضفتها بالمبرد من الناحية دي كده. نضفتها من جوه وعملتها من بره كده من على الجناب عشان يبقى شكلها حلو. بعد كده بقى هنضف الضوافر بالليمونة. الليمون كويس قوي للضوافر، بيقويها وبينضفها وبيخليها تبقى بيضة بالمنظر ده كده. على فكرة عايزة اقول لكم حاجة، الضوافر البيضة دي دي ما حدش بيقدر يعمل فيها حاجة، لان دي بتبقى طبيعة. يعني طبيعتك انتي، طبيعة ايدك، ضوافرك. في بنات بتبقى الضوافر بتاعتها شفافة، فبتحب ان هي تبقى عايزة تبقى تخليها بيضة زي دي كده. مهما عملتي ايه مش هتتعمل، لان دي طبيعتك انتي، طبيعة ضوافرك، هي ضوافرك شفافة. في ناس ضوافرها شفافة وفي ناس ضوافرها بيضة زي ضوافري كده. فدي ملهاش حل لان دي بتبقى طبيعتك انتي. المهم بقى هنضف الضوافر بالليمونة كده، كده اهو. طبعا انتوا عارفين هي تتنضف ازاي. اعذروني بقى معلش ان انا بصور بايد واحدة. فهنضف الضوافر بالليمونة كده وهرجع لكم تاني. اهو يا بنات عملتها. انا نسيت بس اعرفكم الحاجات اللي بتبقى موجودة معاكي. لازم يبقى معاكي مية مع بعض كده، شوية مية دافية وسكراب عشان نعمل سكراب لايدينا، ومرطب ودوت الكريم دوت مش كريم جونسون، انا حاطه فيه جل، اللي هو الجل بالورد كده بيفتح. ومعاكي فوطه بتنشفي بقى فيها كده. انا عملت ضوافري كويس قوي ونضفتها. بعد كده بقى هنعمل بقى بعد كده يا بنات سكراب للايد زي ما بنعمل وشنا وجسمنا. هستخدم بقى السكراب ده ملح البحر، حلو قوي للبشرة. وممكن نستخدمه كمان لجسمنا، فيه فيتامين وفيه معادن وبيبيض البشرة وبيشيل الجلد الميت. انتي ممكن تستخدمي بقى اي سكراب عندك. السكراب اللي هو اللي بالقهوة دوت حلو قوي، وبجل الصبار برضو حلو قوي. استخدمي اللي موجود عندك. ولو ما عندكيش سكراب ممكن تعملي سكر وعسل وليمون وتعملي سكراب بيهم. بس استخدمي السكر اللي هو الحبيبات الناعمة، بلاش الحبيبات الخشنة عشان ما تعوريش ايدك. هنعمل بقى سكراب. عايزه اقول لكم ان الملح ده حلو قوي قوي، لو لقيتوه في اي مكان هاتوه. الحبيبات بتاعته ناعمة مش خشنة، وحلو قوي على البشرة. هستخدمه بقى كده على ايدي لمدة 3 دقايق. هنعمل بحركات دائرية كده لمدة 3 دقايق، وبعد كده هنشطفه بالمية. يلا بقى كده نستخدمه مع بعض. بصوا انا بحطه كده. المفروض ان انتي بتحطي السكراب على ايدك وهي منديه كده ميه، ما تحطهاش على ايدك وهي ناشفه عشان ما تعوركيش. واعملي حركات دائريه بالراحه.
عشان برضك ما تجرحيش ايديكي زي ما انا بعمل كده. هفضل بقى كده اعمل سكراب على ايدي لمدة 3 دقايق. عايزه اقول لكم ان هو بيخلي البشره بعد ما بتغسليها بتحسي ان فعلا الدوره الدمويه جريت في ايدك. يعني انا اول ما بعد ما عملتها ببص كده لقيت ايدي محمره، شكلها حلو وريحتها حلوه. بصوا بعمل بقى كده وبعد كده بشطفها. الميه دي ميه دافيه. انا حبيت ان انا اعملها هنا معاكم، ما حبيتش ابقى في التويليت عشان ابقى واخده راحتي. انتي ممكن بقى تعملي الكلام ده كله في التويليت ويبقى الحاجه قدامك كلها. هنشف بقى ايدي كده بالفوطة. لازم تنشفي ايدك كويس جدا. زي ما انا بعمل كده نشفيها كويس، ما تسيبيش فيها اثار مية عشان ما تبقاش جافة بعد كده. بعد كده بقى المفروض انك بتعملي ماسك. لو عندك زبادي وعسل اعملي، لو عندك مية ورد ونشا اعملي. النشا حلوة قوي قوي للاسمرار وبيفتح. ولو عندك التهابات او قشور في ايدك هتروح. اعملي كده اعملي قصدي مية النشا كده بمية ورد هتبقى حلوة قوي. انا كان عندي الجل الورد ده حلو قوي وبيفتح، فده يعتبر برضك ماسك. حطيته كده وهسيبه برضك، مش هغسله. هسيبه على ايدي شوية قد 3 دقايق او 5 دقايق. ده بيغني عن الماسك. لو برضك لو لقيتيه في اي مكان هاتيه، حلو قوي. بعد كده بقى يا بنات هنرطب ايدينا. الترطيب مهم جدا 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 واساسي قبل النوم. حتى باي كريم عندك، حتى لو عندك كريم وش رطبي بيه ايدك. هيحميكي من الخشونة ومن ساعات بيبقى فيه كده ايدينا جافة ومقشفة، برضك هيحميها من التقشف دوت. سوري يا بنات. وكمان عشان تحافظي عليها، خصوصا ان احنا دايما ايدينا بتبقى في المية طبعا في المواعين او في الغسيل، بتسمر كتير او بتبقى جافة كتير، بتغير لون. فالترطيب مهم جدا. انا اظن ان انا كنت قايله عليه في الفيديو بتاع العشر نصايح. لو ما سمعتيهوش هحط لك لينك الفيديو تحت، روحي اسمعيه. حلو قوي وهتفيدك قوي العشر نصايح دي. وهنا بقى رطبت ايدي كويس قوي. لبست بقى الخاتم ده. الخاتم ده انا بحبه قوي، مبقدرش استغنى عنه. الترطيب لوحده هيغنيكي عن ان انتي حتى تعملي الروتين. حلو قوي. هنا بقى هنركب الضوافر بس. ما حبيتش اطول الفيديو عليكم عشان الفيديو طويل قوي. فلو حابه ان انتي تتابعي الفيديو هينزل بقى جزء تاني، استنيه. اشوفك بقى في الجزء التاني. باي باي.